سلام ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناة حديث ريديت. هنا كنجيبوا قصص حقيقية من ريديت للناس اللي باغيين يشاركوا التجارب ديالهم والناس اللي يطلبوا النصيحة من ناس آخرين. ونبداو يلا على بركة الله. عنوان القصة الأولى تيقول: دارنا بغاوني نسكن معاهم ورا الزواج. سلام، أنا الولد الوحيد اللي عند دارنا وسط 4 ديال البنات، وقريب غادي نتزوج. والديا بغاوني نسكن معاهم ولكن انا ما بغيتش، حيت الوالد عقليه قديمه شويه وصعيب، بغا يتوقع من مراتي هي اللي دير كل شيء، هي اللي تطيب، هي اللي تنظف الوقت كله. ولكن انا وخطيبتي عقليتنا مختلفه تماما، ماشي عقليه تقليديه. انا تيعجبني نطيب، نعاون في الطياب. يا اختي على الجرين فلاغ. الانسان اللي عارف تفوت في والديه عارف انه ما يصلحش ليه يسكن معاهم ورا الزواج، بالاخص دري ومغربي ويعترف بها هكا، يكون عارفها بينه مع راسو ويعترف بها، راه جرين فلاغ. المهم كيعجبني نعاون في اعمال البيت بصفه عامه، ولكن بابا هادشي كيعصبو، تيقول لي هذه الخدمه ديال العيالات، وما كيبغينيش نعاون حتى ماما. اما الا شافني كنعاون مراتي راه ممكن تجي سكته قلبيه ناري على العقليه. ولكن برافو، حيت تقدر تتقبل العقليه ديال باباك، تعرف ان انا ما مسلككش انت ومراتك. حتى كاين اللي عارف والدي شويه ما زوينينش، تيبقى يغطي الشمس بالغربال. ما علينا. المهم ملي قلت لهم بغيت نسكن وحدي ورا الزواج، تقلقوا مني بزاف وتصدموا، حيت من غير انني ولدهم الوحيد، حتى المنطقه اللي انا فيها نادرا فين كيسكن راجل بعيد على والديه. صحوني عافاكم كيفاش نتعامل مع الموقف. ما بغيتش نقلق والديا مني، ولكن ما بغيتش حتى مراتي تكرفس. سمعتوه؟ كان ما بغيتش مراتي تكرفس، يعني هذا اللي تيكون عارف والديه خايبين وعارف غادي يجيب مراته تسكن معاهم وتيقول لها غير صبري على قبلي، راه عارفه غادي تكرفس. مهم صراحه مشكل صعيب والله، واخا زعما دوي فينا وجي عليه. واخا نقولوا الانسان الا ما بغاش مراته تكرفس ما غيبغاش تكرفس، ولكن الله يحسن العوان، حيت العقليات عندنا باقا شويه قديمه. والراجل الا مشات كاع لدارهم بغيت نسكن بوحدي، راه بحال الا عصى الله. وبالاخص في شي مناطق وفي شي بوادي اللي باقي عندهم مرات الولد ما كاينش في الاعراف ديالهم، في التقاليد ديالهم مرات الولد تتكون مرات حتى العكوزه كاينش. يقدروا ما يحملوش، دابا هادو ما غاديش يحملوا حتى مراته، غتبان لهم بحال شفرات لهم الدرب. صراحه شخصيا كنشوف باللي احسن حل هو يسكن حداهم، يبقى يمشي يشوفهم يوميا في الاول حتى يتقبلوا ويولفوا شويه، حيت خسرت تاني مع والديه، راه والديه هادو كما كان الحال حتى يتقبلوا بعدا انه راه قريب ليهم وغيشوفهم يوميا، وانه ما نساهمش، حيت حتى هما يخافوا دابا باللي تيقولوا الولد غيتزوج وغينسانا وداك الشيء. شوفوا التعليق شنو تيقولوا. التعليق الاول ديال واحد السيده كتقول ليه: سعداتها بك. عافاك، واخا نسولك كيفاش انت ما جيتيش تفكيرك بحال باباك، حيت انا واقعه في هذا المشكل. بابا راجلي هكا، المشكل راجلي فوتوكوبي ديالو، انا ساكنه معاهم تقهرت والله. قال لها صاحب المنشور: من غير بابا راه كاين بزاف ديال الرجال اللي كنت كنشوف كيفاش كيتعاملوا مع عيالاتهم مزيان، شفت عمامي والرجال في المحيط ديالي تيعاونوا عيالاتهم عادي. المهم ما كاينش رجال غير اللي بحال بابا، كاين مختلف الرجال في المحيط ديالي، وانا حاولت ناخذ الاشياء الايجابيه منهم. وصافي، كانت هذه هي القصه الاولى، والقصه باقي جديده، يعني ما كاينش تحديد، ما عرفناش شنو غادي يدير في الاخر، ولكن كيبان انسان واعي وما نخافوش على مراته معاه والله يسخر لهم. ونمشيو للقصه الثانيه، والعنوان ديالها: مراتي قالت لي انا ماشي خدامه عندك. هاري على عنوان. انا محتاج نصيحه جديه من الناس اللي بعقلهم، حيت صدقت انا راجل عندي 25 عام ومراتي حتى هي 25 عام، مزوجين عام دابا. باش نرجع بكم شويه اللور، حنا بجوج جينا من بلاد وحده ولكن ساكنين في كندا. تلاقينا في الجامعه، غير كملت الدراسه الجامعيه ديالي ودرت معاها العقد، وقررنا نبقاو عام عاد نديرو العرس. ملي كنت كنقرا كنت كندوز ستاج ايضا، وكنعاون في المشاريع في وحده من اكبر الشركات في المجال ديالي اللي هو هندسه البرمجيات. فغير ساليت قرايتي وخدمت معاهم بصالير مزيان الحمد لله. ومراتي قالت لي انا ما بغيتش تخدم، بغيت نكون غير ربة بيت، وانا وافقت، ما عنديش مشكل الحمد لله، قادر نعيشها مزيان غير بالصالير ديالي.
مراتي انسانه مرحه وعفويه وعندنا بزاف ديال الاشياء المشتركه، وبجوج بينا جينا من عائلات متدينه وكانت عندنا تربيه وحده. ولكن المشكل اللي لقيت معاها انه من نهار تزوجنا عمرها طيبات ولا نطفات الدار حتى مره، حتى مره. عام كامل ما عمرها طيبات ولا نطفات الدار حتى مره واحده. المهم نهار كله كتبقى غير مريحه شاده التليفون ولا التلفازه، ولا كتخرج تسالى مع صحاباتها وبنات عائلتها. اللي كنجي انا من الخدمه عاد كنطيب ولا كنكوموندي شي حاجه من برا وننظف داكشي اللي قدرت عليه في الدار. سعداتك بها هذه ما تياكلهاش قلبها كاع. حاولت شحال من مره نهضر معاها في الموضوع وكتقول لي راه غادي تبدل، ولكن والو ما كتبدل حتى حاجه. يومين هادي دخلت للدار من الخدمه ولقيتها ما مطيبه حتى حاجه. سولتها علاش ما طيباتش، قالت لي كنت مشغوله. قلت لها باش مشغوله؟ ما جاوباتنيش. طلع لي الدم وبقيت كنقول على هذا الموضوع ديال الطياب والتنظيف وهي تغوت عليا بجد. انا راه ماشي خدامه عندك. سكت بالصدمه وقلت ليها شنو؟ قالت لي انا ماشي خدامه عندك، وفي الاسلام انا ماشي ملزمه نطيب ليك ولا نجمع الدار. بلاتي هاد القضيه بعدا كنشوف البنات بزاف تيقولوها مؤخرا باللي انا راه ماشي ملزمه نطيب ولا نجمع داري، ولكن الموضوع راه ماشي بهذه البساطه. حيت دينيا النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كيطيبوا لرجالهم وينظفوا، وهذا الشيء هو اللي كان معروف. هذا هو العرف ديال الناس هذاك الساعه. حتى فاطمه الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم اللي زعما هي احسن النساء كانت كتخدم راجلها، ومعروف انها كانت كطيب وكتنظف عادي. هي ما كايناش شي حاجه اللي كتفرض ولا كتحيد الفرض على المراه من ناحيه ديال الطياب وداك الشيء. ولكن في الاصل من غير الا كانت هاد السيده مثلا مولفه في دارهم من خدامات وما كتشقاش وما كطيبش كاع، وهاد السيد تزوج بها وهو عارف باللي في دارهم هكا راه خصو يوفر ليها خدامه، من غير الا هي سمحات في هاد العاده. يعني هكا شفت شي فتاوى ديال شي شيوخ من غير انه الا هي سمحات في هاد العاده بخاطرها الله يجازيها بخير. اما الا هي مولفه الخدامات في دارهم وتزوجتي بها وانت عارفه هذيك السيده راه مولفه الخدم راه ما كتشقاش وما كطيبش وتزوجتي بها وقلتي ليها لا شقاي وطيبي، هذيك راه هضره اخرى، راه ما خصكش ديرها هكاك. ولكن الا كنت انت كتقول انكم تربيتوا تربيه وحده يعني وعندكم نفس المستوى، يعني ماشي شي وحده اللي كانوا موفرين لها الخدامات وداك الشيء. المهم نرجعوا للقصه ديالنا. مني قالت لي انا ماشي خدامه عندكم وملزماش، قلت لها ياك بغيتي العشره بيناتنا تكون هكا واخا، وراه حتى انا في الاسلام ملزم انني نوفر لك الاساسيات فقط، السكنه والماكله والحوايج، وماشي الحوايج كلهم غير اللي محتاجه فقط، اما الثانويات لا. بحال السيكان والمكانات قادر تشري من راسك. وبالنسبه للمصروف الشخصي الشهري اللي كنعطيك كل شهر حتى هو ماشي ملزم به وما بقيتش غادي نعطيه لك. وبين قوسين في العاده ديالنا كنعطيو العيالات المصروف الشهري واخا تكون خدامه ضروري مصروف ديالها خاص بها. وقلت لها حوايج اخرين بحال مثلا خصك تشاوري معايا قبل ما تخرجي، من قبل كنا متفقين غير تعلمني وصافي. قلت لها في الاخر بلي انا كندير معاها شحال من حاجه اللي ما ملزمش بها في الاسلام، حيت قادر انني نديرها وفرحان بانني ندير ليها اللي قديت عليه باش نفرحها ونخليها مرتاحه. وباللي لا كل واحد فينا دار غير داكشي اللي ملزم به 100% بلا ما نتعاشروا بالمعروف راه هاد الزواج ما غاديش يطول. قلت لها في الاخر بلي الا كنت كندير كلشي في هاد العلاقه نخدم نصرف نطيب وننظف الدار اشنو زيدين، اش من اضافه عندك في هاد العلاقه؟ باللي خاص تقرر اشنو بغات، حيت ما بغيتش نبقى مزوج بوحده ما غاديش تطيب ولا تنظف. قلقات وبدات كتبكي. انا خليتها ومشيت نعست. مني فقت لقيتها ما كايناش. الصراحه كنت عييت وما تسوقتش، مشيت للخدمه ديالي وتليفوني بدا كيصوني بزاف طفيتو. ملي رجعت للدار لقيت ماما واختي بقاو كيخاصموا عليا وقالوا لي بلي قصحت معاها. قلت لماما انت عارفه حماتي كي دايره، حيت حماتي والوالده كانوا صحابات والعائلات كيعرفوا بعضياتهم. قلت لها عارفه باللي ربات ولادها كما ربيتينا نتيا، وباللي نفس الثقافه عندنا بجوج، فراه غير منطقي تماما انه هي ما خداماش ومريحه غير في الدار وما طيبش حتى طياب راجلها. الوالده اتفقت معايا قالت لي بلي راه عندك الحق في داكشي اللي كتقول، ولكن راه مراتك عزيزه عليا بزاف وما بغيتش هذا المشكل يكبر. شي وحدين من العائله صيفطوا لي ميساجات باللي زدت فيه وقصحت معاها الهضره، وشي وحدين قلال منهم قالوا لي باللي عندي الحق في هضرتي. المهم دابا هي في دارهم
وباقي ما هضرتش معاها وما عنديش الرغبة نهضر معاها، ولكن مني مشات وأنا ما قادرش نعس وخايف نخسر مراتي، وهذا المشكل يتحول للطلاق. أنا ما باغيش نطلقها حيت كنبغيها، حتى هي كنظن كتبغيني، وجيت لهنا نسول الناس ما كيعرفوني لا أنا لا هي، باش ما يكونش رأيهم منحاز لحتى شي واحد فينا، ويعطوني رأيهم بصراحة واش كنت قاصح معاها بزاف ولا عندي الحق. آه أنا شخصيا كنشوف كون مراتو كتبغيه بصح غطيب ليه بلا ما يقولها ليها، غطيب ليه وهي فرحانة. ملي كتبغي شي واحد كما قال هو كدير أي حاجة باش تفرحو، حيت شحال من وحدة حتى تزوجات ما عمرها كاع طيبات في دارهم حتى تزوجات وكتبقى تقلب على الوصفات وتجرب وتخربق غير باش تفرح راجلها وباش طيب ليه شي حاجة بسيطة، حيت معاها ولد الناس كدير داكشي فرحانة. المهم نشوفوا التعليق شنو تيقولوا. التعليق الاول كيقول ليه هذا اكثر تعليق خدا ابفود، يعني التعليق اللي متفقين عليه الاغلبيه ديال الناس باللي هو احسن تعليق. كيقول ليه انت ما غلطتش وما تخلي حتى واحد يقلب لك راسك، انت عندك الحق، ولا قالت لك ما بغيتش نكون خدامه قول ليها حتى انا ما بغيتش نكون بسطام. من الاخر من الاخر الا ما بغاتش حتى طيب حتى ما ديرش الحوايج اللي ما ملزمش انك ديرهم، او في النهايه الزواج تيبقى معاشره بالمعروف. والله ما خلق. قولوا لي انتم رايكم في التعاليق، شنو رايكم؟ واش هو اللي غلط واش هي اللي غلطه؟ ماشي كاع بالضروره يكونوا بجوج غالطين، ممكن حتى هي غير ما عرفاتش توصل داكشي اللي بغات تقول ليه، غير طلع عليها الدم حين تبقى كيخاصم على الموضوع ديال الطياب ودارت فيه قالت ليه هكاك، تقدر كاع تكون ما كتعنيش داكشي. المهم كانوا هادو هما القصص ديال اليوم، نتلاقاو في فيديو اخر وفي قصص اخرى وفي تجارب اخرى على حديث ريديت.